بصوا بقى يا أمارات، صيف يعني ناموس وهووش. احنا بقى عايزين نقضي على الناموس والهووش دول بطريقة سهلة ومش مكلفة حاجة خالص، حاجة ما تخطرش على بال حد. تعالوا بقى نعملها مع بعض سوا كده، وبالذات بقى للهووش اللي بيبقى على الباسكت الزبالة او في اي حاجة متراكمة عندك على الحوض او فاكهة مش متغطية ولا حاجة، بتلاقي عليها هووش. ده لو حطيت الوصفة دي جنبه في دقيقة واحدة مش هتلاقي اي حاجة. تعالوا بقى نقول لكم الوصفة السحرية دي عبارة عن ايه. كل الحكاية ان احنا هنعوز شمعة وليمونة وقرنفل. القرنفل ده بيبقى موجود عند اي عطار، لو هتجيب ب5 جنيه قرنفل الدنيا هتبقى تمام معاكي. هتبدأي بقى ان انت تجيبي الليمونة وتقسميها نصين زي ما انا ما عملت كده وتطلعي البذر منها، وبعد كده هتبدأي ان انت تلفيها بالقرنفل دي ودي، وتجيبي عصاية الشيش طاووق وتقسميها نصين بس يكونوا قد بعض، وتبدأي ان انت تحطيهم بالشكل ده. وبعد كده هتبدأي ان انتي تجيبي الشمعة، بس ان يبقى شمعة صغنونة يعني على قد ايه الحاجة اللي في ايدينا دي، لان طبعا الليمونة صغيرة والعصيان صغيرة فيبقى الشمعة كمان صغيرة. هنبدأ ان احنا بقى نحطها في النص كده، نحفر لها حفرة ونحطها في النص، ونجيب الفص التاني بتاع الليمون اللي احنا برضو حطيناه وحطينا فيه قرنفل، وهنبدأ ان احنا نغطيه من فوق زي ما شفتوا كده. وهبدأ بقى ان انا اولع الشمعة، وشوفوا بقى الجمال. الشمعة هتسيح القرنفل، وطبعا مية الليمون اللي نازلة مع القرنفل، شايفين الدخان ده؟ الدخان ده هو اللي هيقضي على الهبوش والناموس، وهو ده بقى السر. الريحة اللي طالعة دي ريحة الليمون مع القرنفل، طبعا الريحة تجنن. وغير كده بقى ان هي هتقضي على الناموس وعلى الهبوش في المكان اللي انتي قاعدة فيه. تقدري تستخدميها في اي مكان في الشقة. وصفة جميلة وسهلة قوي. تاني حاجة بقى عندنا، احنا اللي كلنا بيبقى عندنا حلة الاستانلس. وطبعا حلة الاستانلس ديت لما بتيجي تغسليها وتخلصي وتنشفيها وكده، بتبقى برضو مطفية من جوه، بتبقى عايزة تتلمع. الطريقة دي بقى هتخليلك الحلة الاستانلس من جوه بتبرق كأنها لسه جديدة. دي حاجة. ولو انتي برضو الحلة الاستانلس بتاعتك بتشيط الرز، تقدري برضو تعملي نفس الخطوة دي قبل ما تطبخي الرز على طول. صدقيني استحالة الرز يشيط في الحلة، بس اهم حاجة انك توطي النار. يعني ما تخليش النار طالع من الجناب كده، لا، على قد الوسطانية بس بالظبط، لان الاستانلس معروف والله، او اي حلة عايزة تحافظي عليها ما تخليش النار عالية قوي عليها وهي تبقى طالعة من الجناب كده، لا، تبقى في الوسط بس. فطبعا قبل ما تطبخي الرز هتبدأي تجيبي معلقة ملح، وتجيبي نص ليمونة، وتبدأي ان انت تدعكيها كويس جدا 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 كده، وبعد كده تمسحيها بمنديل. ما تقربيش المية ليها خالص، تمسحيها بمنديل. وكده كده لا الليمون مضر بحاجة ولا الملح مضر بحاجة، احنا برضو احنا بنعمل الرز وبنحط عليه ملح. تمام. وبعد كده هتبدأي تولعي النار، وتكوني غاسلة الرز كويس ومصفياه، وتبدأي بقى تحطيه في الحلة وتستخدمي الحلة عادي جدا. ولو انتي عايزة تلمعيها مفيش أحلى من كده، أظن الفرق واضح. تالت وصفة بقى معانا، ودي الأخيرة والجميلة والمهمة لكل ست بيت جميلة بتحافظ على جسمها وبتحافظ على شكلها، الفازلين الطبي. مفيش اسهل من كده. الفازلين الطبي ده بتجيبيه وبتبدأي ان انتي تحطي حتة صغيرة كده على معلقة، وتبدأي تجيبي الولاعة او الشمعة مثلا زي ما انا قلتها كده، وبالراحة كده على نار هادية لحد ما الفازلين يسيح معاكي في ثواني، في كلها كام ثانية، وبتلاقي الفازلين خلاص ساح معاكي. بعد ما بيسيح على قد الكمية اللي انت حطيتيها هتحطي ملح. يعني أنا كنت حاطة، شايفين الكمية قد إيه، حطيت حاجة برضه بسيطة من الملح، وبدأت إن أنا أقلب بنفس المعلقة اللي في إيدي أو العصاية اللي في إيدي بتاعة الشيش طاووق دي، وبدأت إن أنا أقلب لحد ما دمجتهم جدًا مع بعض. طبعًا الفازلين سايح، فهيدوب معايا الملح برضه على طول. وبعد ما دوبت الاتنين مع بعض، هابدأ أجيب اللون طعام برضه رخيص جدًا من عند العطار، اللون أحمر، وهابدأ إن أنا أضيفه على ال الفوزلين والملح، ويدونا بس لون الطعام اللي هو لون كعب الغزال. لو انتي بقى بتحبي تهتمي كده بنعومة ايدك بنعومة كعب رجلك، عايزة يبقى مفيش تشققات، عايزة يبقى دايما رجلك ناعمة او ايدك او اي حتة في جسمك تكون ناعمة، مفيش احسن من كده، وتديها كمان اللون الوردي الجميل. هتبدأي ان انتي تفركيها. انا عملتها على ايدي قدامكم، يعني بدأت ان انا افركها حوالي نص دقيقة. افرك كده بايدي اولا، صنفرة حلوة جدا جدا للجسم، بتنعم قوي قوي المنطقة اللي انتي بتدعكيها دي، بتنعمها جدا و... وبتشيل الجلد الميت، وبتدي نضارة، وبتديها اللون الوردي الجميل قوي اللي احنا عارفينه اللي بيبقى موجود في كعب الغزال ده. وبجد بتبقى على كعب الرجل بقى دي تجنن. انا مسحتها بمنديل، ما اقولكوش بقى على النعومة الخطيرة اللي ايدي كانت فيها.
وكمان مديها لون وردي جميل أوي، وكده الفيديو بتاعنا خلص ويستاهل التجربة وباي باي.